اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة التورتية اللي معانا دي هقول لكم تفاصيلها بأدق التفاصيل. النهاردة هيبقى النظام مختلف شوية، يعني هقول لكم عملنا الحروف اللغة العربية ازاي، وعملنا الكتب كمان ازاي، ونكمل الفيديو بتاعنا كده ونقول بسم الله. طبعا يا بنات، انا هنا اول حاجه كده بلين عجينه السكر. انا معايا هنا عجينه سكر لونها ابيض، بقطعها كده لمستطيلات قد بعض. المستطيلات دي هنعمل بيها ايه؟ هقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. طبعا يا بنات، اللي لسه اول مره يشوف القناه ولسه ما اشتركش فيها يا ريت يشترك فيها، ويا ريت كمان ما تبخلوش عليا باللايك بجد، لان القناه مش احلى حاجه اليومين دول خالص. تمام يا وزز؟ تمام. زي ما احنا شايفين كده يا جمال، انا دلوقتي بعمل ايه؟ دلوقتي بقطع ده الكتب اللي انا هعملها. فاول حاجه انا بقطعها كده، بقطع زي ما انتم شايفين الكتاب اللي هو الابيض، وبعد كده ببتدي ان انا اعمل له من بره زي الجلده بتاعه الكتاب بتاعنا، الغلاف اللي من بره يعني. عملت اول واحد كده بلو، والتاني كده هعمله باللون الاحمر. تمام. طبعا التورتيه دي راحه لمدرسه لغه عربيه. تمام. وهنا عملت بيبي بلو وعملت احمر، وكمان هعمل هنا اللون اللي هو الموف او البنفسجي. تمام. وطبعا انا شغاله كل ده يا بنات على ايه؟ شغاله على نشا. اللي انتوا شايفينها الماده البيضه دي نشا. وعملت اخضر، وعملت لون اللي هو البيج. ودلوقتي انا هعمل ايه؟ هعمل الصبور. انا عملت 2 احمر و2 بيج، وواحده فوشيا، واللي هو واحده فوشيا وواحد اخضر، وواحد اللي هو الموف. هنا بعد ما عملت السبورة بتاعتنا هعمل لها كده كنار لونه بني. تمام. وهحطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. التورتيه دي فيها تفاصيل كتير قوي. انا عملت الحاجات دي كلها قبلها بيوم. عملت الكتب والسبورة وكل الكلام ده قبلها بيوم. ليه بقى؟ علشان انا عايزة الحاجات دي كلها تنشف. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، انا بقى جبت منديل، حطيت فيه نقطة لون، حطيت فيه نقطة زيت طعام عادي، ورحت ملمعة بيه الكتب دي عشان النشا دي تروح. تلمعي كده كل ده هيروح. في ناس بتحب تلمع بسمنة عادي، بس انا بحب بلمع بنقطة زيت طعام كده بمنديل كده، بس منديل مطبخ. طبعا بتخلي الدنيا زي الفل. طبعا أنا بعتذر لان كان سلك الشاحن نازل من الرينج لايت عشان التصوير. كان التليفون هيفصل، فانا قلت ايه، احط سلك الشحن، وما اخدتش بالي خالص وكملت تصوير. طبعا هنا انا بعمل ايه؟ بعمل المفروض هنا في اقلام، فانا بعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس طلعت طويله قوي فقصرناها بعد كده يعني. زي ما انتوا شايفين كده هعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هعمل 2 لونهم احمر. وكل الشغل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات انا شغاله بيه بالليل. تمام. هكتب بقى، انا بكتب بايه؟ بخله. وبحط نقطه كده من اللون الغذائي، اللون العادي اللي بنحطه على الشانتيه. بحطه في طبق واخد منه كده نقطه بنقطه وبكتب. بتكتب معاكي زي الفل، غير طبعا لما تجيبي قلم مثلا ب80 جنيه ولا ده ولا ده، بتكتبي بيه مره وتيجي تستخدميه تاني مره تبصي تلاقيه ده ايه؟ نشف. انا بشتغل كده على طول يا بنات، وبيطلع معايا كتابه زي الفل، زي القلم الغذائي بالظبط، زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى جبت بقى ايه؟ جبت هنا عندي قالب سيليكون، اللي هو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. قالب سيليكون حروف عربي. بحط فيه بدهنه الاول نشا يا بنات، من جوه نقطه نشا كده خفيفه. وبعد كده بحط في حته عجينه السكر، وبدهن ارجع ادهن نشا تاني. يعني بحط نقطتين نشا جوه في قلب الحرف نفسه، وبعد كده برجع احط حته عجينه السكر جوه، وبعد كده ادهن من بره كمان نشا، وبعد كده ابتدي اخرجه لان هو بيبقى ضيق جدا وصغير قوي. تمام. وبعد كده ببتدي ان انا احطه بقى زي ما انتوا شفتوا كده، حطاه على السبوره، واحط دلوقتي كمان على التورته. هنا بقى انا كنت خابزه نص كيلو دقيق سبونج وسبته طبعا يبرد، وتاني يوم الصبح بقى ابتديت ان انا اشتغل زي ما انتم شايفين كده. حشيت التورته بتاعتي، وده يا بنات ده نص كيلو دقيق سبونج. تمام. ده الصينيه المقاس الوسط. تمام. وحشيتها زي ما انتم شايفين كده. والوقت ده التجليس بتاعنا هنجلسها بالشكل ده كده، وهوريكم كمان بقيه الخطوات اللي جايه في التورتيه. بس طبعا بعد ما اجلسها لازم ان انا ادخلها التلاجة على قليله خالص ساعه، علشان لما اجي احط اشكال عجينه السكر عليها تبقى ثابته وما تتحركش معايا. يعني لو فضلت بره كتير ما تتحركش معايا خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت كده بقى ايه؟ خطوط كده بالسكرابر،
وبظبط الدنيا كده بالتجليس بتاعنا، وبشوف لو في اي حتة مش مظبوطة، وبشوف كده لو في اي حتة مش مظبوطة برجع اعيد عليها تاني زي ما انتوا شايفين. بساوي خالص على قد ما اقدر عشان كلها تكون مساوية بعضها، وعشان كمان يطلع شكلها حلو زي ما انتوا شفتوا كده في اخر الفيديو بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنا خلاص ابتديت ان انا خلاص ظبطتها ومسحت البورد. هبتدي عملت لها كده حزام من الروزتات. وهنا طبعا بعد ما دخلت التلاجة ساعة ارتاحت فيها، هبتدي دلوقتي ان انا اقفل التورتيه بتاعتي. طبعا يا بنات هتشوفوا هنا حاجة غريبة، هتشوفوا ان انا بدهن كده زي ما انتوا شايفين، بدهن السبورة بشوكولاتة، وبدهن كمان الكتب دي كلها شوكولاتة من تحت، شوكولاتة ابيض. وببتدي كده ان انا احط بقى الكتب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، بوزعهم يعني. طبعا يا بنات هنا السبورة جايز انتوا شفتوها في الاول، السبورة كانت واقفة ماشي، بس انا اللي صلحتها بعد كده، يعني انا صلحتها بعد كده. هنا برضو الاقلام اللي انا هوقفها دي، برضو الاقلام دي برضو انا دهناها برضو شوكولاتة، كل ده عشان تثبت يعني. هي لما تبقى شوكولاتة وهتحط على الشانتيه هتبتدي ان هي تثبت، مش هتحرك معاكي تاني. تمام. هتثبت في الكريمة، هيبقوا هما والكريمة واحد يعني. زي ما انتوا شايفين كده الاقلام انا بحطها بالشكل ده كده، بس هنا القلم اللي هو الاخضر او الاولاني ده هيتعوج، فهضطر ان انا اقصه واصغره تاني. تمام. وكمان هنا برضو كمثل السبورة انا كنت حطاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، هرجع احط لها خلة من ورا واثبتها تثبت معايا عادي خالص، لان حسيت ان هي وهي واقفة احسن من وانا حطاها بالشكل ده. تمام. هنا يعتبر كده خلاص انا حطيت بقى الاقلام الناحيه دي، واحط كمان الناحيه التانية برضو الاقلام. وهنا وزعت الحروف اللي هي بتاعه القالب السيليكون زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله شكلها حلو قوي. التورتيه كلها كان شكلها جميل، بس كان لسه في طلب منهم كانوا طالبين ان انا اكتب اسم على التورتايه. ما لقيتش مكان وما لقيتش كمان فكره. الفكره جاتني بعد كده من بنوته صغننه كده بنت اختي، قالت لي يا خالته، كانت واقفه معايا، قالت لي يا خالته اعملي كتاب مفتوح اكتبي فيه اسم صاحبه التورتايه، الميس بتاعت صاحبه التورتايه. قلت لها تصدقي فكره جميله قوي وفكره حلوه وجديده. في الاخر خالص عملت كتاب وكتبت فيه فعلا الاسم زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده انا بلزق بقى الاقلام دي. ونسيت اقول لكم مقادير الاسبونج اللي انا عاملاه النهارده. انا عامله نص كيلو دقيق اسبونج، عليه 6 بيضات، عليه نص كوبايه ميه، معلقه محسن جل، شويه فانيليا سايله. ضربت الكلام ده كله في العجان، وبعد كده فضيتهم في الصينيه قعدوا معايا في الفرن هنقول ساعه الا ربع. تمام. طبعا يا بنات كمان عايزه اقول لكم هنا ان هنا ما شاء الله اللهم بارك التورته كانت حلوه قوي، وكان الوانها جميله جدا، الوانها مبهجه قوي. كذلك زي ما انتم شايفين كده انا هوقف يعني هنا ده كتاب اللغه العربيه. انا هرجع لسه انقل مكان الكتاب، يعني طول ما انت بتشتغلي وبتشوفي لو في حاجه مش مظبوطه بترجعي بعد كده تصلحيها، وتصلحي من كل حاجه يعني. هتشوفوا دلوقتي ان انا هنا هغير من ملامح التورتايه. كتاب اللغة العربية ده هنقله واديه مكان تاني، وهنا زي ما انتم شايفين انا بشيل القلم بالشكل ده هقص منه حتة. طبعا الحتة اللي هقصها من تحت، مش هاجي من فوق يعني، بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. تمام. والناحية التانية حطيت التلات اقلام بالشكل ده كده. تمام. وزي ما انتم شايفين الحروف والكتب زي ما انتم شايفين كده، لسه في معايا كتب تانية هحطها. ما حطيتش كل الكتب معايا. شايفين شكل التورتيه ما شاء الله اللهم بارك، بجد تحفه. عايزاكم تقولوا لي بقى انتوا بتشاهدوني من اي بلد، وتقولوا رايكم ايه في التورتايه بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله يا بنات كان شكلها حلو، وكان كمان عجبت اصحابها قوي قوي، وعجبت البنات اللي اخدوها. تمام. هو الشكل يا بنات عامه هم كانوا جايبينه يعني مش من دماغي انا، يعني هو كان شكل تورتايه مدورة واحنا نفذناها على تورتايه مستطيلة. وفي نفس الوقت الفكرة كان فكرة تورتتين في تورتة واحدة، يعني انا اخدت تشكيلة من تورتايه حطيتها في تورتايه تانية وهكذا يعني. هنا الكتاب زي ما انتوا شايفين اهو، وبعد طبعا هنا حطيت خلة من ورا على السبورة. طبعا السبورة لما شلتها، مش شلتها لما حطيت لها خلة كده، بس مجرد ان انا حطيت لها خلة السبورة طلعت طبعا بعجينة طلعت بالكريمة، فرجعت جلست مكان السبورة تاني. انا شلت السبورة خالص ورجعت جلست مكانها. وهنا شلت برضو الاقلام، شلتها غيرتها من مكانها،
وهنا كنت كتبت، بس عملت كتاب مفتوح وكتبت عليه الاسم، بس كان للاسف اللون البينك ده ما كانش يعني ما عجبنيش، ما كانش احسن حاجه. بعد كده جبت حته عجينه سكر تانية ابيض زي ما انتم شايفين كده، وكتبت عليها الاسم، فردتها. طبعا سامحوني لو كنت مسرعه شويه في الفيديو، بس الفيديو كان هيبقى طويل قوي قوي عليكم. هي الفكره كلها بسيطه وسهله. طبعا لو ليكم اي سؤال اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. وده الشكل النهائي للتورتيه بتاعتنا. اتمنى تقولوا رايكم في الكومنتات، واللي اي سؤال يكتب لي، وتقولوا رايكم كمان في اللغه العربيه بتاعتنا النهارده وفي تورتيتنا النهارده. يا ترى عجبتكم زي ما عجبت صاحبه التورتيه؟ واتمنى تقولوا لي لو ليكم اي سؤال، واقول لكم في رعايه الله.